تمام. طيب نتفرج على الديك التاني عشان انا برضه ما اطولش عليكم وافرجه لكم برضه على السريع. الديك التاني اهو افرجه لكم. تمام. هننزل الديك ده ونطلع الديك التاني. صباح الفل على كل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر. موضوع حلقه النهارده هكلمك عن الفرق ما بين الدجاج الهندي الاصلي والدجاج الهندي الغير اصلي. فاتبع الشرح معايا للاخر علشان هعلمك ازاي تمسك الدجاج صح. ازاي تمسك الدجاج صح، يعني تعرف تقلب الطيور كويس جدا. تعرف تقلب الطيور بتاعتك كويس جدا. طبعا جوكر كلنا عارفين ان هو بيجرنص دلوقتي. جوكر حاليا بيجرنص كلكم عارفين. تمام. شفتوا ده جاي يلعب هنا. طيب ازاي اعرف واتاكد من ان الطير بتاعي كويس؟ اهو اول شيء عايز الطير بتاعي يبقى داله مرمى على الارض، داله مايل للارض. تمام. يلا يلا تحت 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 تحت. ماشي. الديل بتاعه مايل على الارض، ظهر عريض، ظهر الطير بتاعي يبقى عريض. انا بقلب الطير ازاي؟ اعمل كده، اشوف الجناحه بتاعته، اشوف جناح الطير اصحى يا غاوي، اخد ده كده او العكس. شوف 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 انا شايله ازاي. هه. الديك اهو صح اهو. اتفرجت على العين من هنا. اصحى يا غاوي ركز معايا. اتفرجت على العين من هنا. هاجي الجهه التانيه كده اهو، اقدر اشوف الوش برضك من الجهه التانيه. تمام. ده حاجه. تاني حاجه اقدر اشوف الزبله بتاعته من ورا او الحمام بتاعه عنده اسهال ولا لا، والمشخخ بتاعه كويس ولا لا. شوفوا الطعامه دي عسل. اللهم صل على النبي. ماشي. عايز اشوف العتل. شوفوا انا شايله على ايدي اهو، شايله على ايدي بالشكل ده اهو. شوف اهو عامل ايدي اهو كده اهو، اهو جايب ايدي كده، اهو جايب ايدي كده اهو. اشوف العتل، اشوف العتل. طيب اشوف وراك الطير، جناح الطير. الطير مكتع ولا لا؟ يعني ايه مكتع؟ يعني الطير مكتع كان في قصاد ديك تاني او اتخبط خبطه غلط ولا حاجه وجناحه لم غلط وتعبان ولا لا. اهو اهو. شوف الشغل ده كده. تمام. طبعا الديك ده مجرنص، قاعد مغرقني طبعا، معفرني خالص، بيجرنص بيبدل ريشه اهو. ماشي. عملنا له وصفه الخل والليمون. ماشي. والبيوتكس حمناه بيه عشان الفاش والحاجات دي. لكن ده الطير اهو. وهفرجكم طبعا الطير اللي معايا دلوقتي على الارض اهو. جميل جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ده شغل الطير يا جماعه. تمام. ده حاجه. يبقى انا بقلب الطير بتاعي كده. الماسكه الصح للطيور من صدره، من صدره زي ما انا ماسكه كده. ماشي. عايز احطه في ايدي التانيه اجيبه في ايدي التانيه اهو اهو. حلو. محدش بيمسك الطيور من جناحها كده، مفيش حد بيمسك الدجاج ده كده اهو. تمام. ما شاء الله. الدجاج ده ما بيتمسكش زي ما انتوا بتمسكوه او البعض منكم بيمسكوه، عشان ما اظلمش بقى كل المربين. كل المربين او معظم المربين بيمسكوا الدجاج غلط. يمسكوا الدجاج غلط من كتفه غلط. الديك او الدجاج بيتمسك زي ما انتم شايفين كده. اي ديك اي دجاج بيتمسك زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اهو. ده الشغل يا غاويين المملكه. اقلب بقى الطير بتاعي اشوف ايه صحته ونظامه. امسك كده اشوف نفس الطير كويس ولا لا. مش غلط مش غلط. انت هتدفع فلوس، انت هتدفع فلوس، فلازم تتاكد لي من الحاجات دي. اخد بقى ايه الوراك كده.
فين؟ ماشي اهو. ده الشغل اهو. فين؟ تمام. طيب نتفرج على الديك التاني عشان انا برضك ما اطولش عليكم، افرجه لكم برضك على السريع. الديك التاني اهو افرجه لكم. تمام. هننزل الديك ده ونطلع الديك التاني. دايما يجي لنا في الحاجات الماكس تلاقي الديك بيتعفرط وبيتنطط، اصحى وركز معايا في الكلام. ماشي اهو. كذلك هشوف جناحه كده اهو، هشوف كده اهو. شوف او اتنقل في ايدي التانية اهو. اه انت بتلحق تشوف ايدي بتعمل ايه اهي. بنقله من الايد دي للايد دي، بنقله من الايد دي للايد دي. ده الطير اهو. ماشي ما شاء الله. ولكن في مستويات احلى، عرفته. طيب الفرخه مملكه يجي بلوزه ولا بعرف عادي. معظم الهندي الاصل بتاعه بطرطوره صغيره كده. ماشي. ما يجيش بورق، ما يجيش بدليتين هنا، ما يجيش ليه دليتين هنا زي الفراخ البلدي والفيوميات والحاجات دي، ما يجيش غير في دول بره. احنا ملناش دعوه ببره، احنا لينا في مصر والدول العربيه. صح ولا لا؟ جميل جدا. فهو ده الشغل الصح. وتحياتي لكل غاوي جدع. ما ينفعش تبقى معايا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتش في القناه وفعلت زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وارقى مسا عليك. سلام عليكم.